جنيه تانيين، طب انا كسبت كده 600 جنيه. فبالتالي هتقول لي مثلا رقم 2، ولكن اقول لك لا انا اللي كان في دماغي رقم 1. فبالتالي هتديني 200 جنيه و200 جنيه عليهم زي ما احنا متفقين. فبالتالي انا اديتك في الجيم الاولاني 200 جنيه وخدتهم منك تاني وخدت منك كمان 200 جنيه. فانت هنا هتبدا تحس ان انت متعصب شويه. انا اتاخد مني 200 جنيه بعد ما كنت كسبان، انا بقيت متدين او بقيت دافع، لا ده انا عايز اعوضه. طب يلا انت هتقول لي يلا نلعب تاني. فهقول لك دلوقتي معاك 5 ارقام، 1 2 3 4 5، هتختار رقمين، ولو انا اي رقم منهم هو اللي كان في دماغي هديك كل الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها اللي هم حوالي 600 800 جنيه، وهديك عليهم 200 جنيه كمان. فانت تقول لي مثلا ايه رقم 1، اقول لك لا ما كانش فيه رقم من الارقام دول، ادفع لي 200 جنيه بقى عشان انت خسرت. وتبدا هنا رحله القمار او رحله المايسر بيني وبينك. طب ايه اللي ادى للنقطه دي؟ اللي ادى النقطه ديت ان انا في الاول اوهمتك ان انا هكسبك مكسب سريع وانت من غير اي مجهود. من ضمن النقاط اللي احنا كبشر نفسنا نعيش فيها وهي ان احنا نقدر نكسب فلوس من غير ما نعمل اي حاجه، من غير اي مجهود، عايزين نكسب بس من غير اي مجهود. فبالتالي في الاول الجيم انا قلت لك او اوهمتك ان انا هكسبك بسرعه، انت قاعد عادي معايا وكل لك انت تختار رقم من 2 ومقابل ده هتكسب 200 جنيه، ولكن في الاول انا ما قلتلكش انت هتخسر حاجه. فبالتالي